بدأت الصحف بتحليل قرعة الدور ربع نهائي من دوري أبطال أوروبا. يومية ماركا توقفت عند المواجهة المرتقبة بين حامل اللقب ريال مدريد وبايرن ميونخ الذي يعد من الفرق المرشحة للظفر بنسخة 2017. الصحيفة المدريدية كتبت أن المباراة لها خاصية بالنسبة للإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق البافاري بحكم مساهمته في إنجاز الفريق الملكي عندما أحرز اللقب الأوروبي للمرة 10 في تاريخه. ورغم هذه الذكرى الرائعة فإن أنشيلوتي يتطلع للنجاح في مهمته مع البايرن والصعود به إلى المشهد الختامي في كارديف. إلى إيطاليا حيث عنونت لا جازيتا ديلو سبورت الأنفاس تحبس ل 180 دقيقة والمرحلة القادمة هي الأروع. ونقلت الصحيفة عن نجم يوفنتوس السابق ونائب رئيسه الحالي التشيكي بافل نيدفيد قوله إن الفريق الإيطالي جاهز لمواجهة البارسا، معتبرا أن هذه المباراة تأتي في التوقيت الصحيح بالنظر إلى أن مستوى الفريق في تصاعد. كما نقلت عن مدرب الفريق ماسيميليانو أليغري قوله إن الملاعب الأجمل هي مباريات الأبطال، هي تشامبيونز ليج، سنكون حاضرين.